دييجو أرماندو مارادونا، أكيد سمعت الاسم ده كتير ومش بعيد إنك تكون عارفه، بس أنا حابب أقولك حتى لو أنت عارفه ففي الحلقة دي هنتكلم فيها عن مارادونا بتفصيل ممل وعن كل أساطير الكورة بتاع الزمن الجميل. بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك الرايق والاشتراك. وبقولك إيه، أنا هقولك معلومة عن مارادونا كمان شوية لو عرفتها هتتغير نظرتك 360 درجة ناحيته. خلينا نعرف الأول مين مارادونا. مارادونا أسطورة كرة القدم قبل ميسي ورونالدو. مارادونا اتولد في الأرجنتين بالتحديد في مدينة لانوس في محافظة بوينوس آيرس، وتربى في حي فقير اسمه فيلا فيوريتو، واللي فعلا شكل له شخصية قوية من وهو صغير. تاريخ ميلاده 30/10/1960 وتوفي في عمر ال60، وهقول لك سبب الوفاة كمان شوية وبجد هتتصدم من السبب. مارادونا من أقوى اللعيبة اللي بدأت بداية قوية. مارادونا وهو عنده 19 سنة فاز ببطولة العالم للشباب سنة 1979 وخد الكرة الذهبية كأفضل لاعب في بطولة العالم للشباب. وبعد ما مارادونا لمع وهو صغير كبر وبقى زعيم الكرة في العشرينيات، وفي 3 سنين بس خلى العالم كله يتكلم عنه. يا ترى عمل ايه في ال3 سنين عشان كل العالم يتكلم عنه؟ أول سنة 1986 كسب كأس العالم مع الأرجنتين وسجل أعظم هدفين في تاريخ الكرة في ربع نهائي كأس العالم في ماتش الأرجنتين ضد إنجلترا في ملعب استاديو أستيكا. اول هدف في الدقيقه 51، وزي ما انتم شايفين مارادونا نط مع الحارس بيتر شيلتون وخبط الكوره بايده الشمال ودخلت في الجول. الحكم علي بن ناصر ما خدش باله وحسبها، وكان اول هدف في الماتش لصالح الارجنتين. وبعد الماتش مارادونا كان بيهزر وقال شويه براسي وشويه بايد من عند ربنا. تمام، ده الجول الاول. نرجع تاني لنفس الماتش، بس قبل ما نرجع له ما تنساش تعمل اللايك على الفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان كل جديد ينزل في القناه يبقى عندك علم بيه. في الدقيقه 54 مارادونا اخذ الكوره من نص الملعب وراوغ 6 لعيبه انجليز ورقص الحارس بيتر شيلتون وسجل هدف القرن. ليه اسمه هدف القرن؟ لانه افضل هدف في ال100 سنه حسب كلام الفيفا. وعلى فكره الجولين دول مشهورين جدا، لو كتبت على اليوتيوب جول القرن او جول اليد هتلاقيهم على طول. جول تاريخي لمارادونا، مفيش كلام، جول تاريخي. دييجو أرماندو مارادونا يرقص التيم كله. دييجو أرماندو مارادونا وديدو شيلتون وجوه الجول. دييجو أرماندو مارادونا. طب نيجي بقى على السنة اللي بعدها على طول 1987. مارادونا قاد نابولي للمكسب بأول لقب دوري إيطالي في تاريخها في سنة 1986 وكمان فازت بكأس إيطاليا، و1989 فازت بكأس الاتحاد الأوروبي، وده أول لقب أوروبي في تاريخ نابولي. متخيلين لاعب واحد خلى فرقة كده زي نابولي اللي كانت فرقة ضعيفة خلاها تهزم أندية كبيرة وتكسب ألقاب أول مرة تفوز بيها في تاريخها. تمام، دول ال3 سنين. نيجي بقى على القصة الحزينة. مارادونا بعد ما اعتزل كان في دوامة كبيرة في المخدرات والكحول. الحكاية المؤلمة إن مارادونا بسبب تأثير المخدرات وصحته اللي تدهورت كان في الآخر ضحية للعوامل اللي ساعدت في توقيف قلبه 2020. رغم السبب الرئيسي هو توقف قلبه، بس المخدرات ساعدت في كده. نسيبنا من مارادونا ونيجي على، حاسس إنك شفت الوش ده قبل كده صح؟ لا مش هو. الأسطورة الهجومية الخالدة في تاريخ كرة القدم رونالدو لويس نازاريو دي ليما، واتشهر بمراوغاته المجنونة. ده فيديو عشان تعرفوا مين اللي احنا بنتكلم عليه. شايفين ازاي بيراوغ؟ عدى الأول والتاني والتالت والرابع والخامس، ده بيدل على قوته في المراوغة. طب نيجي على اللقطة دي نسيبنا من اللي كب على وشه ورا ده ونركز مع رونالدو. بصوا يا جماعة، اي حد يشوف اللقطه دي يقول خلاص قدامه 3 عاملين له سد ووراه واحد، يعني مستحيل يعمل اي حاجه، بس يعدي ولا كانه شعره خرجت من عجين وكملها بقى وجاب جول. رونالدو اتولد في حي بنتو هيبيرو في مدينه هيوجي جانيرو في محافظه هيوجي جانيرو في البرازيل، وتاريخ ميلاده 20/9/1976. عمره الحالي 48 سنة. اعتزل الكورة 14/2/2011 وهو عنده 34 سنة بسبب مشاكل صحية. رونالدو في مؤتمر صحفي يوم 14/2/2011 أعلن اعتزاله وقال: من الصعب جدا إني أسيب حاجة خلتني سعيد جدا. عقليا كنت عايز أكمل، بس لازم أعترف إني خسرت معركتي مع جسدي. وبعد ما اعتزل ظهر رونالدو وهو بيلعب تنس، وبان جدا إنه بيحب الرياضة دي. وده فيديو زي ما انتم شايفين رونالدو وهو بيلعب مع مدرب التنس المشهور باتريك موراتوغلو، وده بيدل على اهتمام رونالدو بالرياضه دي. طب خلينا نعرف انجازاته. رونالدو بعد ما رجع من اصابه خطيره في ركبه اللي خلته في المستشفى لمده سنه ونص، حوالي موسمين كاملين، وكانت هتنهي مسيرته الكرويه، بس رجع بقوه. رونالدو قاد البرازيل للمكسب بكاس العالم 2002 في كوريا واليابان، وسجل 8 اهداف منهم هدفين في النهائي ضد المانيا، وكان اول لاعب يسجل اكتر من 6 اهداف في كاس العالم من 1974. رونالدو كسب الكره الذهبيه مرتين، مره 1997 مع النادي الايطالي انتر ميلان، والكرة الذهبية الثانية مع النادي الأسباني ريال مدريد 2002، وكان أصغر لاعب يفوز بيها سنة 1997 وهو عنده 21 سنة. وفي إنجازات تانية كتير جدا عايز لها حلقة. زين الدين زيدان، ساحر الكورة.
اللي حير العالم بجمدانه، ملك التحكم والرؤيه، اللي قاد فرنسا لكاس العالم سنه 1998 بهدفين في النهائي، وجنن الكون بهدفه الاسطوري في نهائي دوري الابطال 2002. في نهائي كاس العالم 1998 وفي ماتش قدام البرازيل اللي كان مليان اساطير زي رونالدو وريفالدو وبيبيتو، زين الدين زيدان طلع قدام الكل وكتب اسمه بحروف من الذهب، جاب هدفين براسه. اول هدف في الدقيقه 27 بعد ركنيه سبق كل المدافعين ونط وحطها بدماغه في الجول، والتاني في الشوط الاول في الوقت الاضافي في الدقيقه 46 بنفس الطريقه تقريبا، لكن المره دي عدت ما بين رجلين المدافع روبرتو كارلوس. الهدفين دولت ما كانوش مجرد نقاط في نتيجه، دي لحظات صنعت من زيدان رمز لفرنسا وخلت تمثاله يتحط في باريس كشاهد على اللي عمله في الليله اللي العالم كله اتفرج فيها. انت ما تعرفش يعني ايه كوره لو ما شفتش زيدان. الراجل ده ما كانش بيلعب كوره، ده كان بيعمل فن، كل لمسه منه كانت لوحه، كل باص فيها فكره، وكل تسديده فيها حكايه. ده مش مجرد لاعب، ده اسطوره مكتوبه بحروف من الالماس. اليورو سنه 2000 لما زيدان قرر يقفل القاره على اسمه، بطولة كاملة هو بيعمل اللي عايزه، تمريرات ساحرة، ضربات ثابتة بتطير المدافعين، وأداء ملهوش وصف. فرنسا خدت البطولة وزيدان خد قلوب الجماهير وأفضل لاعب في أوروبا. زيدان كان بيلعب باحترافية نادرة، وتحكمه في الكورة وتمريراته خلوه يلقب بالساحر ذا ماجيشن، واللي لقبه باللقب ده الفيفا وغيرها من المواقع المشهورة. نهائي دوري الأبطال 2002 واللحظة الخالدة، النهائي ريال مدريد ضد باير ليفركوزن، الدقيقة 45 كرة عالية بتتنطط وزيدان بيستناها على حدود المنطقة، لف بجسمه وسددها بالشمال على الطاير، هدف الصرخة يتشرح في كل أكاديميات الكورة. قالت الفيفا ده واحد من أعظم الأهداف في تاريخ UEFA دوري الأبطال. أفضل لاعب في العالم 3 سنين، 1998 2000 2003، كل سنة كان بيترفع له القبعة وتقول فيفا زيدان مفيش بعد كده. كأس العالم 2006 ختامه الملكي، رجع من اعتزال وهو عنده 34 سنة والكل قال خلاص، لكن زيدان كان عنده رأي تاني ولعب ماتش خرافي ضدهم في ربع النهائي، وبعدين جاب هدف قدام البرتغال ووصل بالمنتخب للنهائي، وهناك سجل هدف بلمسة ساحرة وبقى أفضل لاعب في البطولة كلها. زين الدين زيدان بعد ما اعتزل 2006 بقى مدرب ومسك ريال مدريد 2016 وبقى أول مدرب في التاريخ ياخد دوري الأبطال 3 مرات ورا بعض، 2016 2017 2018. كسب ريال مدريد 11 لقب في 3 سنين بس، وساب تدريب ريال مدريد 2021 ومن ساعتها هو خارج الملاعب كمدرب. زيدان عمره الحالي 52 سنه وعايش في مدريد في اسبانيا ومستني عرض تدريبي مناسب. زيدان مش مجرد نجم، ده مدرسه كوره وواحد من اللي غيروا شكل اللعبه. رونالدينيو جاوشو واحد من اللعيبه اللي سابوا بصمه كبيره في الكوره، مش بس عشان مهاراته لكن علشان طريقته في اللعب وروحه وحبه الحقيقي للعبه. بدايته من البرازيل، اتولد رونالدينيو سنه 1980 في مدينه بورتو أليجري في البرازيل. من صغره كان واضح ان عنده موهبه مختلفه، بدأ مع نادي جريميو ولفت الانتباه من اول موسم ليه، مش بسبب الاستعراض لكن بسبب ذكائه في الملعب وقدرته على التحكم بالكره في الضغط. باريس سان جيرمان، في سنه 2001 اتنقل رونالدينيو لاوروبا لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي. خلال الفتره دي ابتدت الناس تلاحظ مهاراته الفرديه العاليه، بس برضه كان واضح انه لسه بيطور من نفسه. مرحلته في التألق الحقيقي في 2003 انضم رونالدينيو للنادي الاسباني برشلونه، وده كان تحول مهم جدا في مسيرته. قدر بسرعه يثبت نفسه وبقى عنصر اساسي في الفريق. رونالدينيو ساعد برشلونه ترجع تنافس بقوه وحقق معاهم الدوري الاسباني مرتين ودوري ابطال اوروبا سنه 2006، وفي الوقت اللي كان في برشلونه فيه خد جايزه افضل لاعب في العالم مرتين على التوالي 2004 و2005، وكان بيقدم مستوى ثابت ومؤثر في كل الماتشات الكبيره. اهدافه كانت مميزه جدا مش بس لصعوبتها لكن لطريقتها الهاديه والرايقه. هدف على تشيلسي في دوري الابطال واللي سجله من لمسه واحده وهو ثابت. طب شوفوا الهدف ده من فاول مباشر على انجلترا في كاس العالم 2002، بص شاطها منه جت جول، هو ده خيال علمي ولا ايه؟ طب نيجي على الهدف اللي خلى جمهور ريال مدريد يسقف له بعد انجازه المميز جدا في الكلاسيكو سنه 2005. في الدقيقه 77 استلم رونالدينيو الكوره من نص ملعب ريال مدريد ومرتد على طول في اتجاه مرمى ريال مدريد بشكل فردي، راوغ راموس وعداه ودخل منطقه الجزاء وشاطها في الجول، والجول الثالث لصالح برشلونه. واللي انتوا شايفينه ده نادر جدا، جمهور ريال مدريد بيسقف لرونالدينيو بعد ما جاب الجول الثالث فيهم. بعد مسيره رونالدينيو في برشلونه اتنقل لميلان وبعد كده رجع للبرازيل وفضل يلعب في كذا نادي. اعتزل رونالدينيو الكوره بشكل رسمي سنه 2018 وكان عمره وقتها حوالي 38 سنه، ودلوقتي عمره الحالي 45 وبيشارك ساعات في ماتشات استعراضيه، وهو حاليا عايش حياته عادي ومحافظ على حب الناس ليه. رونالدينيو رغم انه ما استمرش على القمه لفتره طويله لكن تاثيره فضل موجود لحد النهارده. لما الناس تفكر في الكره الحلوه واللاعب الهادي الرايق بيجي اسمه اول واحد على البال. بس كده يا رجاله خلص فيديو النهارده،
وباعتذر لكم لو في حاجة في صوتي شوية عشان عندي برد في وقت تصوير الفيديو ده. أهم حاجة بافكّرك للمرّة الأخيرة ما تنساش اللايك الرايق والاشتراك في القناة وتفعّل زر الجرس عشان أي جديد ينزل في القناة يبقى عندك علم بيه. وكان معكم فورماجي الكورة، وأراكم الفيديو القادم. سلام.